متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ليك سؤال أو استفسار في تراخيص المرور، لو المحتوى يهمك تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. اشتريت موتوسيكل بتوكيل مش عقد بيع، الرخصة منتهية بقالها سنة. الرخصة اتسحبت في أي الإجراءات اللي أعملها عشان أرخص الموتوسيكل من أول وجديد، وبدفع كام والتكاليف هتكون في حدود قد إيه. فبنقول حضرتك معاك توكيل بيع وليس عقد بيع موثق في الشهر العقاري، الرخصه اتسحبت منك، معاك ايصال السحب. يا ريت تصور الوصل دوت اكتر من صوره، لان بعد فتره، بعد يومين 3 ايام بالكتير، الوصل بيبعت ما بيبقاش مخروق فيه اي بيانات. اول اجراء بتعمله بتطلع على نيابه المرور، تروح بتسدد المخالفات اللي على الموتوسيكل. عملت شهاده المخالفات، اكدت ان رخصه التسيير المسحوبه وصلت المرور، معاك توكيل بالبيع، بتروح المرور تاخد شهاده بيانات للشهر العقاري، تعمل لنفسك عقد موثق. عملت العقد الموثق، معاك شهاده المخالفات، الرخصه المسحوبه وصلت للمرور، بترجع المرور بتاعك بتفحص وتلغي الملكيه باسمك. طيب انا في مرور تاني ومعايا العقد المسجل ومعايا شهاده المخالفات ومعايا وصل السحب ورخصه موجوده في المرور وسددت الغرامات والكلام ده كله، بتروح المرور اللي موجود فيه الملف الترخيصي، تاخد شهاده بيانات لنقل القيد المرور بتاعك. الرخصه طبعا موجوده في الملف، تسلم شهاده المخالفات، تسلم ايصال سداد الغرامه، صوره من العقد الموثق، صوره من بطاقتك الرقم المقوم اللي فيها العنوان بتاعك، وتاخد بيانات نقل قيد للمرور بتاعك. في المرور بتاعك بتفحص وترخص ب3 سنين زي ما تحب، بسنه 3 سنين، بس في جميع الاحوال بتسدد ضرائب وصول المرور متاخره من اخر ترخيص. التكاليف هتكون في حدود 3000 جنيه سنة متأخرة، و3 سنين بعد كده بالفحص الفني بتاع أمان، وبوليس التأمين ب3 سنين، واللوحات المعدنية الجديدة لو أنت حضرتك هتنقل المرور جديد. الكلام ده من غير شهادة المخالفات، يعني 3000 جنيه دي شاملة الفحص الفني، ضرائب رسوم المرور، بوليس التأمين، رسم اللوحات المعدنية. الرخصة انتهت من سنة و10 شهور، وأنا دلوقتي معايا توكيل مفتوح وعاوز أجدد باسم المالك القديم 3 سنين تاني. فبنقول طالما المالك الاصلي عمل لحضرتك توكيل وحضرتك معاك التوكيل الاول بالبيع والتجديد والترخيص، يبقى من حقك تجدد باسم المالك الاصلي سنه 3 سنين زي ما تحب، طالما هو اتاح لك او ادالك الحق دوت ممكن تجدد باسمه 3 سنين كمان. الغالب الموظف بيطلب منك صوره بطاقه المالك الاصلي مع التوكيل ومع صوره بطاقتك. يبقى طالما التوكيل مفتوح، يعني ايه مفتوح؟ يعني متاح لحضرتك التجديد والترخيص، يبقى من حقك تجدد باسم الملك الاصلي لمده ثانيه، مده سنه او 3 سنين زي ما تحب. انا معايا رخصه قياده درجه اولى، باخد معاش، والرخصه سلمتها طبعا عشان المعاش، وعاوز دلوقتي اطلع رخصه خاصه. ففي مشكله، فبنقول طالما استغنيت عن الرخصه رخصه القياده المهنيه الدرجه الاولى، عاوز تطلع رخصه خاصه مفيش مشكله، بس في الحاله ديت المرور بيعرضك على الكونسول الطبي، بيشوف حالتك الصحيه تسمح بالقياده من عدم. الكشف الطبي جه ان المذكور لايق للحصول على رخصه قياده خاصه، مفيش مشكله، بتطلع رخصه قياده خاصه وانت على المعاش، بس المهم تكون في اللياقه الصحيه للقياده او يتوافر شرط اللياقه الطبيه للقياده. وفي الحاله دي بتطلع رخصه خاصه بدون اختبار بناء على ملف القياده المهنيه الدرجه الاولى اللي مع حضرتك او اللي كان مع حضرتك قبل وصولك لسن المعاش. يبقى بتطلع رخصه خاصه مكان الرخصه المهنيه بدون اختبار فني في قياده السيارات، ولو كانت حتى الرخصه منتهيه بقى لها فتره كبيره. طالما ملفك موجود في المرور من حقك انك تستبدل الرخصه المهنيه برخصه خاصه تاني، مفيش مشكله. معايا رخصه ثالثه مهنيه وما اشتغلتش بيها، عاوز استغنى عن الرخصه واطلع رخصه خاصه في اي الاجراءات، فبنقول طالما معاك رخصه مهنيه بقى حضرتك اشتركت في التامينات الاجتماعيه. لو انت سائق حر كنت بتدفع تامينات للرخصه المهنيه، وبالتالي في ملف مفتوح في التامينات، في مهنه في البطاقه السائق. قبل ما تطلع الرخصه الخاصه او تسلم الرخصه المهنيه بتاخد شهاده بيانات للتامينات ان حضرتك عاوز تستغنى عن الرخصه المهنيه عشان تقفل ملف الرخصه في التامينات، وبتعمل شهاده المخالفات وتسلم الرخصه والمخالفات واجراء التامينات اللي بيفيد ان انت قفلت الملف في التامينات، وبندي لك تسريع بشهر لحد ما تغير المهنه في البطاقه اي مهنه ثانيه غير سواق. غيرت المهنه اي مهنه ثانيه غير سواق، قفلت الملف الرخصه المهنيه في التامينات، من حقك انك تحصل على رخصه خاصه ب10 سنين
من تاريخ الاستخراج. بتسلم التأسيس المؤقت ابو شهر وتاخد الرخصة الخاصة ب10 سنين من تاريخ الاستخراج. الكشف الطبي بيكون تبع شركة تبع شركة امان، طالما انت مسلم الرخصة المهنية للاستغناء مش مسلمها طبي. لو مسلم الرخصة المهنية طبي المرور بيحولك كومسيون طبي، انما لو مسلم المهنة للاستغناء عن الترخيص المرور بيكتفي بالكشف الطبي بتاع امان. اتضح او تبين اللياقة الصحية للحصول على رخصة خاصة، بتسلم المهنية وتاخد رخصة خاصة مكانها بدون اجراءات الاختبار الفني في القيادة. انا معايا مؤهل عالي ممكن استخرج رخصة مهنية، فبنقول من حق اي حد يستخرج رخصة مهنية طالما في مؤهل دراسي، سواء كان ابتدائية اعدادية دبلوم كلية، اي مؤهل دراسي. مفيش مؤهل دراسي يبقى شهادة معهد الأمية الصادرة عن الهيئة العامة لمعهد الأمية وتعليم الكبار، وتستخرج رخصة المهنية بعد توافر الشروط. اللي هي ايه الشروط؟ اللي هي السن 21 سنة، شهادة الجيش، المؤهل الدراسي، الفيش والتشبيه موجه للمرور، اللياقة الصحية، الاختبار الفني في القيادة. اللياقة الصحية العرض على الكومسيون الطبي في المحافظة بتاعتك طالما بتطلع رخصة قيادة مهنية، يبقى من حقك تطلع رخصة قيادة مهنية، سواء معاك دبلوم، معاك كلية، معاك شهادة محو أمية، من حقك تطلع رخصة قيادة مهنية. مفيش فرق ما بين مؤهل جامعي او مؤهل متوسط في حته الرخصه المهنيه. المهم حضرتك حاصل على مؤهل دراسي فقط لا غير. سني تحت 21 سنه عاوز ارخص الموتوسيكل هعمل ايه؟ فبنقول التاجر او المعرض اللي بيديلك فواتير بيع الموتوسيكل بيكتب الاسم، بما ان حضرتك تحت 21 سنه بيكتب جنبه كده بولايه والده. لا قدر الله الولد متوفي، الوالده الوصيه، فبيكتب بوصيه والدته. وفي الحاله ديت اما بتيجي ترخص الوالد طبيعي الوالد بيكون موجود معاك بالبطاقه بتاعته. لو الوالد متوفي والوالده الوصيه بتبقى موجوده معاك بصوره بطاقه الرقم القومي وبصوره قرار الوصايه. يبقى ترخيص طالما تحت 21 سنه، رخصه بتطلع باسم القاصر بولايه والده او بوصايه والدته بحسب الاحوال. تميت 21 سنه ميلاديه بتعمل شهاده المخالفات وبتغير الرخصة، بدل ما هي بالولاية بتتشال الولاية بقوة القانون أو بترفع الولاية بقوة القانون طالما تميت 21 سنة ميلادية، والرخصة بتطلع باسمك لوحدك. بعد كده أنا عندي 17 سنة وعاوز أطلع رخصة قيادة، فبنقول قانون المرور المصري حدد رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الموتوسيكل ب 18 سنة ميلادية، يعني عندي 18 سنة أقدر أطلع رخصة قيادة خاصة أو رخصة قيادة موتوسيكل. يبقى اقل من 17 ما اقدرش اطلع رخصه قياده الموتوسيكل او رخصه الخاصه. 18 سنه من حقي اطلع رخصه قياده الموتوسيكل او الرخصه الخاصه. انما التعديل اللي هيحصل او التعديل اللي الناس بتتكلم عنه ان القاصر من حقه طالما عنده 17 سنه ميلاديه من حقه ان هو يطلع رخصه قياده الموتوسيكل، لم يظهر للنور حتى الان، وبالتالي يبقى في تعديل تشريعي بتختار به ادارات المرور على مستوى جمهوريه مصر العربيه. لحد الان التعديل التشريعي ده ما تمش ومفيش اختيارات للمرور بيه. يبقى حضرتك هتطلع رخصه خاصه او رخصه قياده الموتوسيكل من 18 سنه وفقا لقانون المرور المصري ولائحته التنفيذيه لحين ورود تعديل ونعلن عنه بعد كده في حاله وروده. انا دلوقتي بعمل بدل فائد لرخصه القياده بحتاج شهاده مخالفات، فبنقول لو رخصة القيادة بتاعت حضرتك القديمة اللي هي مش بالرقم القومي فبتحتاج شهادة مخالفات من نيابة المرور. رخصة القيادة مش رقم قومي لازم بتجيب شهادة مخالفات من نيابة المرور عشان تعرف تعمل بدل فائد، لأن حضرتك بتاخد بدل الفائد لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة لنهاية الرخصة الأصلية، ما بتاخدش نهاية جديدة، هي نفس النهاية القديمة بس عشان الرخصة مش رقم قومي بتعمل شهادة مخالفات وتسلمها مع مذكرة فائد لرخصة القيادة عشان تقدر تاخد نفس النهاية القديمة. تكاليف تجديد الرخصة الثالثة قد ايه؟ فبنقول تكاليف تجديد الرخصة الثالثة المهنية بتوصل لحوالي 5000 جنيه. تأمينات اجتماعية، الكومسيون الطبي، ضرائب ورسوم المرور والفيش والورق ده كله لحد ما تمسك الرخصة في ايدك بتوصل لحوالي 5000 جنيه لأن التأمينات زادت في الفترة الأخيرة. حاولنا بالفيديو ده نجاوب على معظم أسئلة واستفسارات حضراتكم. في انتظار المزيد والمزيد. لا تنسى الاشتراك بالقناة، تابعونا باستمرار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.